السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير لكم بيتزا كوفر او بيتزا معمرة بالكورجيت والبصلة بدون لحوم. نديرو ربع كيسان زوج كيسان، كل زوج كيسان يديروا لي زوج خبز. دير عليها زوج مغارف تاع خميره تاع الكسره، نزيد مغرف صغيره خميره كيميائيه، نزيد عليها ربع كاس زيت، مغرف ملح، زعتر، نخلط تكون طريه ما تكونش يابسه، خلوها تخمر ومن بعد نص ساعه نرجع لكم ونقطيها ونديرها في الثلاجه باه ما تخمرليش بزاف. ندير معاها البصله والكورجيت والفلفل، فلفل حار قطر، بعد نرجع لكم نكمل ونرجع لكم. وراح الكورجيت نقطعها مكعبات ونقليها مع الطماطم وندير عليها الفرماج، طريقه جديده. طماطيش كرفشته ودرت ثلاثو، قطعت البصله والفلفل دروك نقليهم، والكورجيت راني نقلي فيها ونصفيها مليح من الزيت، ما نخليش كاع فيها الزيت. هنا راني درت مغرف تاع زيت ودرت الهريسه، درت الكمون، الكركم، فلفل عكري باه نزين به الخبزه تاعي. هنايا الفرماج كما كنتشوفوا، وهنايا راني درت الطماطم مع الثوم ودرت فلفل عكري مقرون نص مغرف، كمون والكركم والملح. نفرق الكورجيت على داك الطماطم وندير عليها الفرماج ونخليه يتكرمل لي الخليط تاعي. درت الطوماط مع الكورجيت والفرماج، خليه يتكرمل يذوب. وعبرت ونحى الزوائد، العجينه كتولي مرتاحه تقطعيها بسهوله. وندير الحشو، بعد درت الكورجيت مع الطماطيش والفرماج رابيد. ندير البصله مع الفلفله، البصله مع الفلفله
ونديرو الزيتون. نعاود خبزه ثانيه نديرها دائره، عفوا نديرها كيما خوتها ونديرها فوق خوتها. والعجين لازم يكون رقيق، ما يكونش ما تجينيش العجنه فوق. ونمسح الواجهه من فوق باش تجيني لون شباب ويجيني شويه حار.